الآن رسالة عاجلة من الحرس الثوري إلى الشعب الكويتي الشريف. أيها الشعب الكويتي الشريف، إن أجزاء من أرضكم تخضع منذ سنوات لاحتلال القوات الأمريكية، وقد استخدمت لقتل المسلمين. قبل 140 يوم بدأ الجيش الأمريكي حربا ضدنا انطلاقا من هذه القواعد في بلادكم، وكانت بدايتها مقتل 168 طفلا في مدرسة ميناء. كانت بداية الحرب أيضا باستشهاد أبرز عالم ديني في العصر الحاضر، الإمام خامنائي الشهيد رحمة الله عليه. أيها الشعب الكويتي الشريف، لا ينبغي أن تكون أرض الكويت ملاذا آمنا لجيش إرهابي هاجم ما لا يقل عن 10 دول إسلامية وقتل الملايين. اليوم قواتنا دمرت بالكامل في هجوم بطائرات مسيرة منظومة رادار للإنذار المبكر التابعة للعدو الأمريكي في بلادكم، وأيضا استهدفت مستودعا لمعدات وقطع الطيران وحظيرة لطائرات MQ-9 الأمريكية في قاعدة علي سالم في بلادكم. نتوقع منكم أيها الشعب الكويتي الكريم والشريف أن لا تسمحوا بأن تكون أرضكم منطلقا للشر والاعتداءات وقتل المسلمين.